والسلام عليكم. ازيكم شباب عاملين يا رب تكونوا كويسين وبألف خير. معاكم شخصية تيمور احمر في اسود. انا تقريبا كده شخصياتي خلصت. لو انت جديد هنا ولسه عملتش سبسكرايب انت شخص مش محترم بالمره، وانا بقولها لك بوش بشوش عشان يعني ايه ما اصدمكش نفسيا، عشان انت شخص ويعني لو مش هيضايقك يعني ويضيع كاريزمتك وهيبتك قدام الناس، يا ريت تعمل لي سبسكرايب وتفعل زر الجرس. انا عارف ان شخصيتك ما تسمح لك. بس كده يا بيبي بويز، يلا بقى نشوف عدد النهارده. ليتس جو. اوكي ما بيبي بويز، فيديو النهارده يا جماعه جوله تيك توكيه شقيه جدا جدا جدا، وبالمره نشوف المنشنات بتاعتكم على تيك توك اللي انا عارف هي ايه. انا فعليا عارف هي ايه من غير ما اخش، يعني انا متوقع هي هتبقى ايه. ماشي. دلوقتي احنا هنعمل تشالنج. اوكي. التشالنج ده اللي هو باد وورد باثروم تشالنج، ده تحدي بيساعدهم يطلعوا طاقه الغضب بشكل سلمي ومن غير عقاب. اتمنى الباد وورد تشالنج ده يتطبق في الحياه العمليه، لان هو يعني احيانا الانسان بيطلع طاقه الغضب في شكل باد وورد. هو مش احيانا، هو دائما بيطلع طاقه الغضب يا شعب هو الباثروم باد وورد. انت ممكن دلوقتي معاكي 1 مينت، انا هخرج بره الباثروم وانتي تقولي اي باد وورد انتي عايزه تقوليها، مع العلم مفيش اي بانش هيحصل على الباد ووردز دي. ماشي. اوكي يلا. انا مش متخيل باد وورد يطلع من بقها بصراحه، يعني مش هحس والله ما هحس لو في باد وورد طلع من بقها على قلب زي العسل، يعني انا مستمتع بيه. بصوا احنا النهارده سيرة قالت لي هسيبك 1 مينت هنا وهرجع بسرعة. بصوا بقى، وانا برا في واحد قال لي كذابة. يا ابني ازاي يقول كده؟ ازاي ده انا هجيبه، ده انا همسكه ده انا لو ما كنت انا كنت جبته. وانا ما كنتش عايزاه يقول لي كده، فقلت له ما تقوليش يا كذابة. بس انا يا جماعه لو رجع بيا الزمن ولقيت بابايا بيعمل معايا فيديو بيقول لي قول اي باد وورد يجي في دماغك، اقسم بالله كنت هسمعه ما تيسر من الباد ووردز. ده همحي شرف العيله كنت هخلي في شرف. اصل لا بجد الاطفال اللي كانوا في مدارس كيس اور سلاب والحاجات دي لا لا انا كنت حافظ الشتايم بالرد بتاعها. امبارح كنت بلعب كده، في واحدة قالت لي تعالى العب معاكي، قلت لها لا، راحت قايله لي ايه بقى؟ قايله لي حاجة بدر، قالت لي يا قليلة القرف. يا بنتي ده انا كنت مسكتها كده قللت القرف انا على اخر الزمن يتقال قللت القرف. ايه ده ايه ده ايه العبط ده؟ قللت القرف دي ايه ده؟ دي حاجه حلوه، ده حلو لما حد يقول لي انت قليل القرف، ده انت حب، ده انا ابوسك. وقالت لي كمان ما تلعبيش معايا تاني، انا بحبك بس. كل الرغي ده ده كده رغي كتير قوي. خلاص كده خلصتي؟ اوكي دان، يعني انت كده كويسه من جوه، طلعتي كل اللي جواكي خلاص. طيب انا مش كويس وانا جوايا باد ووردز كتير عايز اطلعها للعالم. بصراحة يعني ما اكدبش عليك انا جوايا حاجات كتير قوي مش كويس بالمرة، بجد مش كويس بالمرة. انا لازم حد يعمل معايا التحدي ده، انا عايز اطلع اللي جوايا. هخليك تقول اي باد وورد، اي حاجه وحشه قوي وانت في التويليت، بس مش هخليك تتعاقب ومش هوريها لمامتك. بس انا اول ما اطلع بره وهقفل الباب قول اللي انت عايزه، واول ما ادخل مش هتقوله تاني. خلاص يا جماعة ما شاء الله الاطفال بالها كيوت كده ليه؟ بجد مال الاطفال كده بسمسم، تحسهم بسمسم. قول اللي انت عايزه بقى. يا حمار. لا كله الا كده، كله الا شتوع. لا
انا مش متخيل حد بيتخانق معايا وانا بعمل له كده. تخيل حد ماسكني ونازل فيها ضرب وانا بعمل صنبين اليوتيوب، فاهم؟ يا حمارة. ده بيوطي صوته يا جماعة، ده بيوطي صوته، بيقول يا ابن الكلب بيوطي صوته. والله العظيم انا مش عارف، انا مكسوف لي جدا عشان انا لو التحدي ده كان يتعمل في الزمن بتاعي والله العظيم شرف العيله كان هيبقى في الارض. كنت والله العظيم شرف العيله كان هيبقى في يزونا انا وانت لوحدنا في الاوضه، اوكي؟ هنعمل انا وانت تشالنج، خلاص؟ هتقول اي باد وورد عايز تقولها ومش عارف ومش هتتعاقب عليها، اوكي؟ اي باد وورد نفسك تقولها. برضو مزونة برضو باين ان هو طفل جميل وكيوت ما شاء الله وبسمسم برضو. انا اي طفل هشوفه دلوقتي اقول عليه بسمسم، بجد عيال بسمسم. اوكي انا هسد وداني ومش هسمع منك اي حاجه، ولما نخلص قول انا خلاص خلصت. يلا. يا وسخ يا كوكو يا كلب. ايه ده؟ ايه مزون ده؟ ايه مزون ده؟ لا اكيد غلط. يا وسخ يا كوكو يا كلب. ازاي دي يجي بعدها كلب؟ بجد ازاي دي؟ خرج الطاقة السلبية يا مزون. بس خلاص. عشان مصداقية التشالنج. الظاهر يا مزون انت ما طلعتش بسمسم زي ما كنت فاكرك. انت طلعت انت مقرح، يالا انت قارح. ومش انت لما بتشتم وكده احنا بنزعلك ونقول لك ما ينفعش تشتم؟ ماشي، دلوقتي انا هسيبك هتشتم. فكرتك هتريد السرع اللي وراك. هو ده الطفل اللي انا بدور عليه. هسيبك تقول اي شتيمة تيجي على بالك، ماشي؟ ومش هنعاقبك عليها. ايه؟ اي شتيمة مش هنعاقبك عليها ومش هنقول لمامتك. هو دلوقتي في دماغه ان ده فخ. دول عايزين يمسكوني عشان اقول باد وورد ولا حاجه. ايه باد وورد دي؟ وانا بتكيوت ولا لا؟ ايه العبط؟ خلي بالك ركز، انا لو اتعمل معايا التحدي ده زمان انا ما كنتش اقول باد ووردز، انا كنت برضه هصمم ان انا لسه على مبدئي. ده فخ وبيوقعوا فيه العيال الكيوت الكيكه اللي بسمسم ده بقى، انما انت لا، اوعى يوقعوك. اي شتيمة مش هنعاقبك عليها ومش هنقول لمامتك ولا هنقول لباباك. اصغر. لا شفتوا مفيش طفل بريء، كلهم اطفال مش ابرياء. دول بيمثلوا عليكم انهم برقة بجد. بقول لك ايه، بص هسيبك دلوقتي تقول اي شتيمه انت عايزها. انت عايز تشتم؟ اصلا انت ما بحبش اتعلم. قال لك اصلا انا بحب الشتايم. بس انت وشك كيوت وبسمسم، ما تحاولش كيوت وبسمسم برضو. انا مش شايفك غير كيوت وبسمسم. ما تحاولش. قول بقى اللي انت عايزه كله، انا هديك ظهري هنا. يا ابن الكلب. هو انت مش عايز تدي حاجه ليه يا ابن الكلب؟ الكلب. تعالى انت عايش معانا في البيت. شكلك عايش معانا في البيت ودي نبرة صوت ابويا دي. انت ايه ده؟ انت جايبها منين دي؟ يا وسخ الكلب، يا وسخ اللي انت كل حاجه بتديش حاجه لاختك. بصراحه انا مش عارف ابويا بيعمل ايه على تيك توك وماله صغر كده ليه. بس يا ابن الكلب دي بتاعت ابويا. انا مش عارف اللي جابه هنا. انت بتعمل ايه هنا يا عم؟ احنا دلوقتي في الحمام. اهو جبت لكم اللعيب. بصوا بس محدش يقدر عليه دلوقتي. خليك هنعمل تحدي الباد وورد، تمام؟ احنا في التويلت. هسيبك دقيقة واحدة، عايزاك بقى تقول أي حاجة ضايقتك، تحكي كده وتفتح قلبك كأنك قاعد لي كده بالليل على السرير زي ما بنعمل، تفضفض لي كده باللي حصل معاك طول اليوم. يلا الكاميرا معاك وعيش حياتك وربنا يستر. حاجه كبيره؟ قول كل اللي نفسك فيه. عيش حياتك ربنا يستر. يلا
بحبش المذاكرة وبيعجبوني في الحضانة وبحبش المذاكرة خالص وكمان اللي بحبهاش. لا انا مش موافق. لا انا مش موافق. ام خالد عيد الفيديو. انا مش موافق. تعالى ده اعلمك. تعالى بقى. ما لا انا مش انا مش موافق. اللي بتضايقني خالص اللي انا عايز ايفون وعايز $100,000 وعايز $50,000. يا ام خالد ده ايه ده؟ هي ايه تربيتك دي؟ يعني يوم ما حد يجي يتخانق مع خالد هيقعد يقول له انا عايز ايفون وعايز $100,000. ايه ده؟ فين البادورد يا ام خالد؟ فين البادورد؟ تعالى انا اعلمك. تعالى قول قول يا جماعه تعالوا اوريكم حاجه انا الوحيد اللي اكتشفتها تاني. بصوا يا جماعه انا من اشد معجبين خالد على الانستجرام. لا مش واوصل باسم المكان مرتفع وابعد ناهي لو مش هدفع قلبي. قلت لكم يا جماعه انا من الناس القليله يعني اللي مكتشفين الاكونت ده. بسهر عليه طول اليوم. بصراحه كده يا جماعه انا شايف ان هو كفايه الباد وورد تشالنج ده. انا زهقت من الاطفال الكيوت اللي بسمسم دي. عاملين نفسهم كيوت وبسمسم بس هم مش كيوت وبسمسم. انا عارف عشان انا نفس انكم ما كنتش كيوت وبسمسم كده كان شكلي يقول انها كيوت وبسمسم بس انا كنت خبيث جدا. تعالوا ناخد نظره على البنت الشباب بتاعتكم. مش عارف الهايب بتاعتي مالها النهارده بس انا نعسان. وشخصيه تيمور احمر في اسود دي مش حلوه مش عاجباني. اقول لك على الكبيره. متوقعه حاجه متوقعه جدا يعني بص في الكومنتات حد يمنشن تيمور. انا الفيديو ده معمول لي فيه كميه منشنز اقسم يعني ممكن كام 4500 كومنت منهم 1500 كومنت المنشنات بتاعتي انا ليه انتوا قلت لكم انتوا ناس قلالات الادب. انتوا بجد مش كويسين خالص. انا بعاني من الموضوع ده. انا بقعد كل يوم بقعد اعيط في السرير وبجد بزعل. ازاي عندكم دول كده على الاخير؟ سبسكرايب. ادور على كراشي الطويل اللي خشمه كبير وعنده عضلات. لو انت مش هتضحي بالحاجات ولحية. انتوا ليه بتعجزوني؟ طب الحمد لله ان انا ما عنديش لحية. لو انت مش هتضحي بالحاجات اسمع الطب المستورد ب 350 جنيه بجميع الوانه ب 350 جنيه. بكام انت شايف؟ بكام يا حاج؟ 350. ليه يا حاج كتير؟ هو انا لو رميت عليه السلام لوحده هيسلم عليا ولا ايه؟ سلم كده يا ساتر يا رب. انتوا ايه؟ احنا فين؟ احنا في جنوب افريقيا؟ ده فودو ده ولا ايه؟ طب لما نقول الجاكيت البامب الكل يقول استر يا رب. لما نقول الجاكيت البامب الكل يقول استر يا رب. بنعرف للي يحب عوراتنا بالدارك اي حد هيعمل زيه للفيديو ده والله يا عظيم تاني. بنعرف للي يحب عوراتنا بالدارك مش قادر يا جماعه. انتظروني قريبا في شخصيه سبايدر مان. اسمع سبايدر
اللي مدوخ الدنيا بحالها بنبيعه ب 100 جنيه من قلب المصنع بثمن الجمله، بسعر الجمله هتاخد حته بسعر الجمله. يلا 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 حرك المانيكان بسرعه، المانيكان حرك. سبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان، ايه واللي سبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان، ايه واللي سبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان. عروضنا من غير حدود وسبايدر العنكبوت. الحقوني انا مش عارف اوقف، مش عارف اوقف ايه. حبايب قلبي اللي عمالين يقولوا الفطير ليه ب 170، تعالى اقول لكم ليه ب 170. شايفين الفطيره؟ بسم الله ما شاء الله، معموله بالزبده البلدي ووزنها بتعدي الكيلو ونص. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ انا حاسس كده ان دماغي انا اي منتج على تيك توك، اي منتج على تيك توك بجد يا ريت تعملوا لي عليه منشن بالله عليكم. اي منتج على تيك توك بجد عايزين نجربه اعملوا لي عليه منشن على طول. 70 فطيره ومعايا عسل ما شاء الله الله اكبر، 40 بطرمان عسل والقشطه والفطير مكتره فيه، جايبه 80 فطيره عشان خاطر في عميله طلبت من عندي 6 فطاير من كندا طالبه النهارده 18 فطير. لا لا يا جماعه، لا انا حاسس كده عدم اللامؤاخذه يعني ان انا عايز اجرب فطير ام مسلم بصراحه. يبقى جربنا فسيخ ام مكه، فطير ام مسلم، دوروا لنا على حد اسمه ام محمد بيبيع جبنه ام محمد وهكذا. بجد لو عايزين قولوا لي تحت في الكومنتات. يا تيمور انت احلى من سبايدر مان واطعم من باتمان، وبالنسبه لي انت سوبرمان. لما صاحبي يكون لسه حالق الحقوني فلوس. ايه يا غسوله؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا حبيبه قلبي؟ تعرف يا بابا ان انت شبهه؟ بس انت شبهه يا بابا. اقول لك حاجه بصراحه، انت شبه. ايوه شبهه. طب يا بختك يا عم شبهه. Why are you Let's go big boy. يكون خلص الفيديو بتاعنا، اشوفكم يوم الجمعه الجايه الساعه 6. انا مش عارف احنا النهارده الجمعه ولا لا، او ممكن اكون نزلته السبت مش عارف، انا ما بعرفش انا هتمرقع قد ايه في الفيديو يعني.